ترى حد فكر يسأل نفسه ليه المصريين القدماء ما كانوش بيلبسوا شتوي؟ ما كانش عندهم شتا يعني مثلا ولا ايه؟ او مثلا الجو ما كانش برد عندهم لدرجة انهم يلبسوا شتوي؟ او ما كانش عندهم هدوم تقيلة يلبسوها؟ السؤال المفروض يتسأل بطريقة تانية خالص، مش بالطريقة دي. بس للأسف الطريقة اللي اتسأل بيها السؤال هي اللي اتشهرت بين الناس، وهي برضو اللي خلتني ادور واعمل الحلقة دي النهاردة. طيب ايه الصيغة المظبوطة للسؤال؟ الصيغة الصح بقى: ليه المصري القديم في النقوش اللي على جدران المعابد والمقابر بيظهر دايما بهدوم صيفية خفيفة بقدر الامكان تظهر من جسمه اكتر من اللي بتخفيه؟ تمام، دي بقى الصيغة الصح. وبما اننا وصلنا للصيغة المظبوطة للسؤال، نقدر ندردش براحتنا ونجاوب على اسئلتنا سؤال سؤال. تفتكروا مصر ايام المصريين القدماء ما كانش فيها صيف وشتاء وخريف وربيع؟ اكيد طبعا ما كانش فيها. طبعا حد دلوقتي هيستغرب ويسألني ازاي يعني، امال كان فيها ايه؟ اقول لك انا كان فيها ايه، بس ركز معايا. المصريين القدماء يا جماعة قسموا السنة ل3 فصول مش 4. طيب ايه هي الفصول دي؟ الفصول دي فصل الفيضان وبذر البذور والحصاد او الربيع. وكل فصل من الفصول دي بيضم 4 شهور، يعني 12 شهر، بيتزامنوا مع ارتفاع منسوب مياه النيل وانخفاضه. الشهور دي كلنا عارفين معظمها، وهي زي طوبة وأمشير وبرمهات وهكذا. وهم كمان اللي قسموا اليوم ل24 ساعة، 12 ساعة للنهار و12 ساعة لليل. وعلى فكرة هم كمان اللي عرفوا السنة الكبيسة. وبمناسبة السنة الكبيسة خلوني أقول لكم معلومة لطيفة كده. السنة اتكونت عندهم من 12 شهر زي ما قلنا من شوية، واللي ما قلناهوش بقى إن السنة كانت 360 يوم، وضاف المصريين القدماء عليها الأيام ال5 المنسية اللي اتولد فيهم الآلهة ال5، وهم إيزيس وأوزوريس ونفتيس وست وحورس. وبعد كده ضافوا يوم سادس كل 4 سنين قدموه هدية للمعبود تحوت اللي علمهم الحرف والكلمة والتقويم. ناس أصيلة والله يا جماعة. المهم، الطقس عندهم كان دافي أكتر من دلوقتي بكتير، وده لأن شوارعهم كانت ضيقة وبيوتهم مبنية من الطوب اللبن، وكمان كانت قريبة جدا من بعضها، بالإضافة إلى إنهم كمان كانوا بيحبوا يخبزوا في البيوت بالليل. فكل دي طبعا عوامل كانت بتحسسهم بالدفى. بس برضو ده ما يمنعش إن كانوا بيمروا بأيام شديدة البرودة. بيقال إن الشتاء عندهم كان 40 يوم، بيبدأوا من يوم 25/12 لحد 2/2، وكانوا بيسموهم الأربعينية أو أربعينية الشتاء لأنهم كانوا 40 يوم. بعد ما عرفنا معلومة الأربعينية أو أربعينية الشتاء دي، لازم نفكر في إجابة لسؤال سألناه من شوية: هل ما كانش عندهم هدوم شتوي؟ أكيد طبعا يا جماعة كان عندهم، وكانوا بيعتمدوا في صناعة هدومهم بشكل أساسي على الكتان. وبعض علماء الآثار بيقولوا إنهم حرموا على أنفسهم الهدوم المصنوعة من جلود الحيوانات زي الأصواف لأنها نجسة، فكانوا في الصيف بيلبسوا هدوم من طبقة واحدة من الكتان الناعم، وفي الشتاء كانوا بيلبسوا هدوم من أكتر من طبقة من الكتان. ومش بس كده، دول كمان كانوا بيزينوا هدومهم بالأحجار الكريمة والخرز والريش، وده لإبراز مكانتهم الاجتماعية. شياكة شياكة يعني، خصوصا موضوع الريش ده بصراحة. كمان هدوم ملوك مصر القديمة كانت بتحمل العديد من الرموز للإشارة لمكانتهم الرفيعة في المجتمع المصري القديم، وده بصفتهم ممثلين للآلهة على الأرض. وده معناه إن كل طبقة كان ليها لبسها الخاص بيها. يعني مثلا أظهرت بعض الرسومات إن هدوم الخادمات والطبقة المتواضعة كانت خشنة وشفافة، وفي بعض الأحيان قصيرة، يعني تكشف أكتر من اللي تستره. وطبقة العاملات بالتأكيد كانت هدومهم متواضعة، وده مش غريب، ده بيحصل عندنا لحد دلوقتي. كل طبقة في المجتمع
ليها لبسها الخاص بيها. كده احنا عرفنا ان كان عندهم برد وكان عندهم الهدوم اللي يلبسوها في البرد. طب النقوش اللي على الجدران دي اللي بتظهر المصري القديم بملابس خفيفة تبين أكبر قدر من تفاصيل جسمه، عايزة توصل لنا إيه؟ طبعا كلنا عارفين إن المصريين القدماء أول من آمنوا بالبعث والخلود، وفي مظاهر كتير بتأكد اعتقادهم ده، أهمها التحنيط واحتواء مقابرهم على الأشياء الضرورية زي أواني الأكل والشرب وبعض مقتنياتهم الخاصة. ومش بس كده، ده كمان الشخص لو ثري بيتحط معاه تماثيل صغيرة رمزية لخدمته. لحد دلوقتي الكلام ده أغلبنا ممكن يكون عارفه بغض النظر عن موضوع التماثيل يعني. الغريب بقى اللي جاي، طبعا الإنسان هيبعث لما روحه ترجع لجسده. تفتكروا بقى المصريين القدماء فكروا في الموضوع ده ازاي؟ اعتقد المصري القديم ان عشان روحه ترجع له لازم تتعرف عليه من خلال 4 حاجات مهمين جدا: اسمه او لقبه، والمقتنيات الخاصة بيه، وتمثاله، واخيرا واهم حاجة نقش جسده على الجدران. عشان كده هنلاقي نقش الملوك وغيرهم على الجدران بجسد عاري قدر الامكان عشان الروح تقدر تتعرف عليه بدقة وسهولة وما تروحش الشخص تاني في الحياة الأخرى. وكأن المصري القديم يا جماعة بيرسخ بصمة لجسمه بالكامل، وده مش معناه انه مش مدي الأمان لروحه لا سمح الله، هو بس أكيد بيساعدها توصل له بسرعة عشان يوفر عليها رحلة البحث. بصراحة بعد اللي قلته لكم ده أنا ما بقاش عندي حاجة أقولها غير لا تعليق، وده سبب يخليني أختم معاكم حلقة النهاردة. بس قبل ما أختم الحلقة خلوني أسألكم سؤال مهم: لو انتوا مكان المصريين القدماء كنتوا هتعملوا زيهم كده ولا ما كنتوش هتدققوا في تفاصيل نقشكم يمكن يجيلكم روح أحسن من روحكم اللي كانت معاكم؟ أسيبكم بقى تستوعبوا آخر معلومة قلتها على طريقتكم الخاصة وكمان تفكروا في إجابة للسؤال.